في حلقتنا النهاردة هنكمل سلسلة العلم والخرافات. خرافات بنعيش بيها وما بنسألش ليه. عارفين الإحساس لما نكون بنعمل حاجة من واحنا صغيرين من غير ما بنسأل ليه؟ يعني حد قال لنا مثلا لو فتحت المقص وقفلته فانت كده بتعمل مشكلة، او لو سبت الشبشب مقلوب على وشه فانت بتقلل احترامك لنعمة ربنا وعايز كمان تقلل البركة في البيت، ولو قصيت ضوافرك بالليل فانت هتتأذي، ولو فكرت تستحمى بالليل هي حاجة من الاتنين، يا هتبرد يا تتلبس. السؤال الحقيقي هنا ليه؟ من اول ما اتولدنا واحنا محاطين خرافات بنعملها وبنمنع غيرنا يعمل عكسها، لكن عمرنا ما وقفنا وسألنا هي ليه موجودة اصلا، وهل ليها اصل ولا مجرد خوف اتنقل من جيل للتاني. خلينا نبتدي بموضوع المقص. في بعض البيوت كان اطفال لو لعبوا بالمقص على الفاضي اهاليهم بيخوفوهم ويقولوا لهم انتوا كده هتتسببوا في مشاكل كتير. الخرافة دي اصلها من زمان، لان المقص اداة حادة ممكن يتسبب في اصابة حقيقية، فكان التحذير منه علشان يخوفوهم وعشان يقدروا يوصلوا المعلومة للاطفال بسرعة. لكن هل في دليل على الكلام ده؟ لا، وبالمنطق ولا حاجة، وتأثيرها لسه عايش جوانا لغاية دلوقتي. وحكاية الشبشب المألوفة دي بيعتبروها ان هي سبب في قلة البركة في البيت. خرافة غريبة جدا، ليه شكل شبشب مقلوب يخلي الناس تتوتر ويقوموا يعدلوه فورا؟ اصل الحكاية دي مش ديني، لكنه خلط بين الاحترام والتقاليد. البعض قال ما ينفعش تكون حاجة بتتلبس في الرجل باصة للسما، كأنها عدم احترام وقلة تقدير لبركة ربنا في البيت. لكن بالنسبة للدين ولا آية ولا حديث صحيح بيقول ان ده حرام، بالعكس الإسلام ركز على طهارة القلب. وبالنسبة للاستحمام بالليل، في ناس لحد النهاردة بترفض تستحمى بالليل، يا إما عشان خايفة تبرد أو خايفة تتلبس، رغم إن الطب الحديث بيقول إن الاستحمام بالليل ممكن يساعد على الاسترخاء والنوم المريح وتنظيف الجسم من عرق اليوم كله. يعني مش بس مش غلط، ده كمان مفيد، بس احنا بنصدق القديم حتى لو مبقاش ينفعنا. وبالنسبة لقص الضوافر بالليل فهو بيجيب النحس، أصلها يمكن عشان زمان ما كانش فيه كهرباء وكان صعب تقص ضوافرك في نور ضعيف، كان ممكن تعور نفسك يعني. لكن مع الوقت اتحولت النصيحة لخرافة وبقينا بنخاف نقرب للمقص بعد المغرب. في كل بيت فيه تراث، بس مش كل تراث لازم نعيشه كأنه القرآن منزل. العقل نعمة وربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نسأل ونتأمل ونفهم، وممكن جدا نحب أهلنا ونحترم عاداتهم، بس كمان نسمح لنفسنا ان احنا نفلتر ونختار ايه اللي ينفعنا وايه لا. الخرافة ما بتقيسش علاقتك بربنا ولا درجة ايمانك، لكن سكوتك عنها ممكن يخليك تعيش في سجن خوف وانت مش واخد بالك. بس الخرافات ما بتوقفش عند فعل معين، هي بتشكل طريقة تفكيرنا. يعني لما صدق ان المقص المفتوح بيجيب مشاكل، انا كده ببني رابط وهمي بين حدثين ملهمش اي علاقة ببعض، وبمرور الوقت دماغي بتبتدي تربط كل حاجة بالحظ والنحس والقدر، وبيقل اعتمادي على السبب والتحليل والمنطق. والمشكلة مش بس في الفكرة نفسها، لكن في اللي بيجي بعدها. لما يحصل لي حاجة وحشة، بدل ما افكر انا غلطت في ايه، طيب ايه اللي اقدر اغيره، طيب ده حصل ليه، بقول ببساطة اكيد عشان سبت الشبشب مقلوب او قصيت ضوافري بالليل. وده نوع من انواع التفكير السلبي اللي بيشل العقل عن التطور وبيخلينا نفضل دايرين في دواير ملهاش اخر، خايفين من حاجات ملهاش صوت ولا فعل ولا نية. والاخطر من ده كله انه ممكن يمنعنا من التصرف الصحيح. يعني تخيل مثلا ان حد يتعب، بدل ما يروح يكشف يقول اكيد دي عين ولا نحس ولا حاجة انا عملتها، وبكده تكون ضيعت وقت وضيعت كمان فرصة علاج. عشان كده محاربة الخرافة مش تقليل من الناس اللي صدقوها، لكن حماية للي جايين بعدنا عشان يفكروا بحرية وما يعيشوش في خوف من حاجات وهمية. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله قريب. سلام.